تعال أقولك إزاي تقضي يوم تاريخي في روما. والبداية هتبقى من الكولوسيوم، وده المكان الأشهر على الإطلاق في روما. المبنى ضخم جدا واتبنى من حوالي 2000 سنة، وكان رمز للإمبراطورية الرومانية زمان. لما بتدخل جوه بقى بتلاقي نفسك رجعت بالزمن لورا في المكان اللي كان بيحصل فيه ألعاب قتالية واحتفالات كبيرة أوي، وكمان كان بيتنفذ فيه أحكام الإعدام. بعد كده وبنفس التذكرة هتقوم رايح على رومان فوروم والبالاتاين هيل، ودي بقايا حية لروما القديمة. هتلاقي بقى بقايا مباني وعواميد وتماثيل وكمان طرق. كل ده كان زمان بيشكل روما عاصمة العالم كله في الوقت ده. بعد كده هتتمشى دقيقتين لحد ما توصل ميدان بياتسا فينيسيا، وده ميدان مميز بالشوارع والمباني اللي حواليه. وهوب جنبه هتلاقي نفسك عند تمثال فيكتور ايمانويل، وده نصب تذكاري لأول ملك لإيطاليا الموحدة. خد لك هناك صورتين رايقين وتطلع على البانسيون، وده بقى يا سيدي قصة وحكاية لوحده. تصميمه حقيقي مميز جدا على شكل دايرة وفيها فتحة لدخول أشعة الشمس من النص. قصته إنه كان في الأول معبد